بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكاريزما كلمة كبيرة بنسمعها كتير، بس قليل اللي فاهمها بجد. ناس كتير فاكرة ان الكاريزما يعني تكوني جميلة او صوتك حلو او شخصيتك جريئة، لكن الحقيقة في ستات بسيطة جدا، لكن لما تدخل مكان الكل يلف ويبص. ليه؟ مش عشان شكلها، لكن عشان الإحساس اللي بتسيبيه. الكاريزما يا بنتي مش حاجة بتتحط، دي حاجة بتطلع من جواك. هي مش تمثيل، هي صدق. أول حاجة لازم تفهميها، الكاريزما مش إنك تبقي عالية، الكاريزما إنك تبقي واضحة. في ستات صوتها هادي بس حضورها عالي جدا، وفي ستات بتتكلم كتير او محدش حاسس بيها. الفرق في ايه؟ الفرق في الطاقة. الست الكاريزماتيك مش بتجري ورا اهتمام حد، هي بطبيعتها بتجذب، مش محتاجة تثبت نفسها لانها واثقة انها كفاية. الكاريزما بتبدأ من جواكي، من نظرتك لنفسك. لو انت شايفة نفسك قليلة الناس هتشوفك كده، لو انت شايفة نفسك عادية جدا هتفضلي عادية في عين اي حد. لكن لما تبصي لنفسك وتقولي انا ليا قيمة حتى لو محدش شايفها دلوقتي، هنا الكاريزما بتبدأ. الكاريزما مش صوت عالي ولا ضحكة ملفتة ولا لبس معين. الكاريزما انك تكوني مرتاحة في نفسك. عارفة يعني ايه مرتاحة؟ يعني مش بتحاولي تبقي حد تاني، يعني مش بتقارني نفسك بحد، يعني مش بتكسري نفسك عشان حد يرضى عنك. الست اللي عندها كاريزما بتعرف تسكت في الوقت الصح، مش لازم ترد على كل، مش لازم تدخل في كل نقاش، مش لازم تثبت انها صح. في قوة في الهدوء، في هيبة في الصمت. الكاريزما كمان في التفاصيل الصغيرة، في طريقة مشيك، في نظرتك، في ردودك البسيطة، في انك لما حد يزعلك ما تنهاريش ولا تتخنقي، لكن تبعدي بهدوء. الهدوء ده مرعب، بيخلي اللي قدامك محتار هي ليه مش بترد. الست الكاريزماتيك مش سهلة القراءة لكن مش معقدة، هي واضحة بس مش مكشوفة، بتتكلم بس مش بتحكي كل حاجة، بتضحك بس مش على أي حاجة، عندها حدود. ودي من أهم صفات الكاريزما. اللي ما عندهاش حدود الناس بتتعامل معاها على مزاجها، لكن اللي عندها حدود الناس بتحسب لها حساب. الكاريزما مش ان الناس تحبك وخلاص، الكاريزما ان الناس تحترمك. وفي فرق كبير، ممكن ناس تحبك بس ما تقدركيش، لكن لما يبقى في احترام بيجي معاه تقدير وهيبة. الست الكاريزماتيك ما بتجريش ورا حد ولا بتستنى حد يديها قيمة، هي اللي بتدي لنفسها القيمة. عارفة اخطر حاجة بتكسر الكاريزما؟ انك تستني حد يقدرك. كل مرة بتستني فيها كلمة حلوة او تقدير انت بتسلمي قوتك لغيرك. والكاريزما عمرها ما تبقى في ايد حد تاني. الكاريزما انك تكوني مكتفية. مش معنى كده انك مش محتاجة حد، لا، لكن مش محتاجة حد عشان تحسي انك كفاية. في ستات لما حد يهتم بيها بتتغير، ولما حد يبعد بتقع، وده عكس الكاريزما. الست الكاريزماتيك ثابتة، الاهتمام بيفرحها لكن مش بيكملها، والبعد بيزعلها لكن مش بيكسرها. هي عارفة نفسها وعارفة قيمتها وعارفة انها تستاهل. ومن اهم اسرار الكاريزما انك تحبي نفسك بجد، مش كلام، مش بوستات، حب حقيقي. يعني تعتذري نفسك، تقفي جلد ذات، تبطلي تقولي انا مش حلوة، انا مش كفاية، انا وحشة. الكلام ده بيبان عليكي حتى لو مخبياه. الطاقة اللي جواكي بتوصل، واللي جواكي شك اللي قدامك هيحسه، لكن لو جواكي سلام اللي قدامك هيرتاح. الكاريزما مش انك تبقي كاملة، الكاريزما انك متصالحة مع شكلك، مع اخطائك، مع حياتك. الناس بتحب اللي مرتاح مش اللي مثالي. وفي نقطة مهمة جدا، الكاريزما مش ثابتة، ممكن تزيد وممكن تقل. كل مرة بتكسري نفسك، كل مرة بترضي حد على حسابك، كل مرة بتسكتي عن حقك، الكاريزما بتضعف. وكل مرة تختاري نفسك، كل مرة تحترمي حدودك، كل مرة تقولي لا من غير خوف، الكاريزما بتقوى. الحضور اللي بيخليهم يسألوا عنك حتى بعد ما بتمشي. الكاريزما حالة بتكوني فيها واثقة وهادية وثابتة حتى لو جواكي
ألف حاجة. بس هنا السؤال الحقيقي، ليه في ستات رغم إنها جميلة ومهذبة لكن محدش بيفتكرها، وليه في ستات تانية عادية جدا لكن بتسيب أثر؟ الفرق مش في الشكل، الفرق في الحضور. الحضور ده مش بيتخلق من بره، الحضور بيتبني من جوه. خليني اقولك على اخطاء بتقتل الكاريزما من غير ما تاخدي بالك. اول خطأ انك تحاولي تبيني انك كويسة طول الوقت. الست اللي دايما تمام، دايما مش فارق معاها، دايما مفيش حاجة بتأثر فيها، بتبان مزيفة. الكاريزما مش انك تخبي مشاعرك، لكن انك تتحكمي فيها. في فرق بين واحدة بتنهار وواحدة حاسة بس ثابتة. تاني خطأ انك تشرحي نفسك كتير، كل شوية تبرري، كل شوية توضحي، كل شوية تحكي ليه عملتي كده. ده بيقلل منك. اللي عندها كاريزما مش محتاجة تشرح كل حاجة، الناس تحس بيها قبل ما تفهمها. تالت خطأ انك تستني رد فعل، تقولي كلمة وتستني حد يوافقك، تلبسي حاجة وتستني حد يقولك حلوة. كل مرة بتستني فيها رأي حد انت بتقولي لنفسك انا مش واثقة في نفسي، وده بيبان. رابع خطأ انك تكوني متاحة طول الوقت، الرد السريع، الوجود المستمر، التنازل السهل، كل ده بيخلي وجودك عادي. اللي نادر بيتقدر. مش معنى كده تتقالي او تتكبري، لكن يبقى ليكي وقتك ومساحتك. خامس خطأ انك تاخدي كل حاجة على قلبك، كل كلمة تزعلك، كل تصرف يأثر فيكي، ده بيهزك. والكاريزما محتاجة ثبات، مش كل حاجة تستاهل رد، ولا كل حد يستاهل اهتمام. طيب نعمل ايه بقى؟ ازاي تبقي عندك كاريزما حقيقية مش مصطنعة؟ اول حاجة، بطلي تجري ورا القبول. مش لازم كل الناس تحبك، مش لازم كل الناس تقتنع بيكي. كل ما تحاولي ترضي الكل هتخسري نفسك، والست اللي ضايعة من نفسها مفيش حد بيحس بيها. تاني حاجة، خلي ردودك محسوبة، مش لازم اول رد هو احسن رد. اسكتي شوية وفكري وبعدين اتكلمي، الهدوء ده بيديكي هيبة. تالت حاجة، اهتمي بطريقة كلامك، مش بس بتقولي ايه لكن بتقولي ازاي. نبرة صوتك، هدوءك، ثقتك، كل ده بيوصل قبل الكلام. الكاريزما في انك تقولي اقل بس يوصل اكتر. رابع حاجة، سيبي مسافة بينك وبين اي حد، حتى اقرب الناس. مش كل حاجة تتحكي، مش كل تفصيلة تتقال. الغموض البسيط بيخليكي مميزة، مش غموض مصطنع لكن خصوصية. خامس حاجة، اعملي قيمة لنفسك، وقت لنفسك، اهتمام بنفسك، تطوير لنفسك. الست اللي حياتها كلها حوالين الناس بتفقد نفسها، لكن اللي عندها حياة الناس بتنجذب لها. وفي سر مهم جدا، الكاريزما في الطاقة مش في الكلام. ممكن واحدة تقول كلام عادي جدا لكن طريقتها تخليك تسمعيها، وممكن واحدة تقول كلام حلو بس محدش يتأثر. ليه؟ الطاقة. لو انت من جواكي قلقانة، محتاجة، مستنية، اللي قدامك هيحس بده. لكن لو من جواكي هادية، مكتفية، هتوصلي حتى من غير كلام. ليه في ستات حلوة ومش جذابة، وستات عادية بس محدش يقدر يتجاهلها؟ السر في الكاريزما. خلينا نكون صريحين شوية، مش كل واحدة حلوة عندها كاريزما، ومش كل واحدة عادية بسيطة. في فرق كبير بين الجمال والجاذبية. الجمال بيتشاف لكن الكاريزما بتتحس. ممكن تشوفي واحدة جميلة جدا بس أول ما تتكلم الإحساس يختفي، وممكن تشوفي واحدة عادية لكن أول ما تقعد معاها تحسي إنها مختلفة. ليه؟ عشان الكاريزما مش ملامح، دي طريقة وجود. أول غلطة بتدمر الكاريزما إنك تحاولي تباني مثالية. الست اللي بتحاول تبان كاملة طول الوقت بتتعب نفسها وبتتعب اللي حواليها، لأن الناس مش بتصدق الكمال لكن بتنجذب للحقيقة. لما تغلطي عادي، لما تتلخبطي عادي، لما تقولي مش عارفة ده مش ضعف، ده بيخليكي إنسانة، والإنسانة جذابة أكتر من أي تمثيل. تاني غلطة، إنك تبقي متاحة طول الوقت، الرد بسرعة على كل رسالة، الموافقة على كل طلب، التواجد في أي وقت لأي حد. ده مش طيبة، ده بيقلل من قيمتك. اللي دايما متاح محدش بيحس بقيمته، لكن اللي عنده حياته الناس بتحترمه. مش لازم تبقي قاسية، لكن لازم يبقى عندك حدود وقت. تالت غلطة، انك تشرحي نفسك زيادة. الست الكاريزماتيك مش بتدافع عن نفسها طول الوقت، مش بتبرر كل تصرف ولا بتشرح كل قرار، لان ببساطة هي واثقة من نفسها. الشرح الكتير بيطلع منك طاقة ضعف، لكن الكلام القليل الواضح بيطلع منك قوة. رابع غلطة، انك تدي رأيك في كل حاجة.
مش كل نقاش لازم تدخليه، مش كل رأي لازم يتقال. في حاجات السكوت فيها أذكى. الست التقيلة بتختار امتى تتكلم وامتى تسكت، وده بيخلي كلامها ليه قيمة. طيب ازاي تخلي حضورك يبان حتى لو انتي هادية؟ مش لازم يبقى صوتك عالي ولا تبقي اجتماعية بزيادة. في حاجات بسيطة لكنها قوية جدا. لما حد يكلمك بص في عينه، مش بنظرة تحدي لكن بنظرة اهتمام. التركيز ده بيخلي اللي قدامك يحس بقيمته. ولما يسكت استني ثانية قبل ما تردي. الهدوء ده بيخلي كلامك تقيل. ما تستعجليش، الاستعجال بيكسر الهيبة. طريقة كلامك هي نص الكاريزما. مش مهم تقولي ايه، المهم ازاي تقوليه. مثلا بدل ما تقولي انا اسفة اني ضايقتك، ممكن تقولي لو حصل سوء فهم نقدر نوضحه. فرق كبير. الاولى فيها ضعف، التانية فيها هدوء وثقة. جمل بسيطة بس بتفرق جدا. انا مش مرتاحة لكده، ده مش مناسب ليا، افضل اعمل كده، من غير اعتذار، من غير تبرير طويل. ده اسمه احترام للنفس. ومن اهم اسرار الكاريزما الغموض البسيط. مش لازم كل حد يعرف عنك كل حاجة، مش لازم تحكي كل تفاصيل يومك ولا كل مشاكلك. خلي في جزء ليكي انت بس. الغموض مش تكلف، الغموض هو انك تحافظي على نفسك. والنقطة اللي الناس كتير بتغلط فيها انها بتفتكر ان الكاريزما لازم تكون قوية طول الوقت. لا، في لحظات ضعف ولحظات تعب، وده طبيعي. لكن الفرق، الست الكاريزماتيك بتضعف مع نفسها مش قدام اي حد. اهم حاجة بقى وركزي فيها، الكاريزما مش ان الناس تحبك، لان مش كل الناس هتحبك. لكن الكاريزما انك تبقي واضحة ومحترمة ومرتاحة، واللي يناسبك يقرب واللي مش مناسبك يبعد، من غير ما تجري وراه ولا تكسري نفسك عشانه. ازاي تخلي الناس اللي تنجذب لكلامك وتحس بهيبتك حتى لو انت ساكتة؟ في ستات كتيرة فاكرة ان الكاريزما في الكلام الكتير، في الهزار، في الصوت العالي. لكن الحقيقة اقوى كاريزما ممكن تبان في السكوت. ايوه السكوت، بس مش اي سكوت، سكوت فيه حضور. اول سر لغة الجسد. من غير ما تتكلمي جسمك بيتكلم قبلك. لو انت واقفة مكسوفة، كتفك واقع، عينك في الارض، حتى لو كلامك حلو محدش هيحسه. لكن لما تقفي مستقيمة، راسك مرفوعة بهدوء، كتفك ثابت، انت كده بتقولي انا موجودة ومش خايفة، من غير ولا كلمة. المشي ليه تأثير كبير جدا. مش لازم تمشي بسرعة ولا ببطء زيادة، امشي بثبات كأنك عارفة رايحة فين حتى لو مش عارفة. اللي بيبقى تايه في مشيته بيبان عليه، لكن اللي ثابت بيفرض نفسه. ايدك بتقولك كتير عنك. في ناس وهي بتتكلم بتتلخبط في ايديها، تمسك في هدومها او تلعب في شعرها، ده بيدي احساس توتر. لكن لما ايدك تبقى هادية وحركتها قليلة ومقصودة، ده بيدي احساس ثقة. تاني سر، نبرة صوتك. مش مهم صوتك عالي، المهم يبقى واضح. اتكلمي بهدوء ومن غير استعجال، والاهم ما ترفعيش صوتك عشان تثبتي انك صح. اللي واثق مش محتاج يزعق. خلي عندك فواصل في الكلام. يعني ايه؟ يعني ما تتكلميش بسرعة ورا بعض، قولي جملة واسكتي ثانية. الجملة كده بتوصل وتدي احساس ان كلامك مهم. تالت سر العيون. العين ليها سحر. لما حد يكلمك بصيله وهو بيتكلم، مش تحديق يخوف ولا نظرة هروب، لكن تركيز هادي. ده بيخلي اللي قدامك يحس انك مهتمة وفي نفس الوقت قوية. رابع سر، ردودك القصيرة. مش لازم ترد بجمل طويلة، احيانا كلمة واحدة تكفي. تمام، فاهمة، ممكن، لا، بس تتقال بثقة. الاختصار بيخلي كلامك تقيل. خامس سر، ما تتكلميش عن نفسك كتير. اللي بيحكي كل حاجة بيفقد جزء من جاذبيته، لكن اللي بيقول جزء ويسيب جزء، الناس بتفضل عايزة تعرف عنه اكتر، ودي اقوى. سادس سر، السيطرة على رد فعلك. اكبر حاجة ترفع كاريزما الست انها ما تتهزش بسهولة. حد قال كلمة تضايقك، مش لازم تردي فورا، خدي وقتك، اختاري ردك واختاري ما ترديش. في مواقف السكوت فيها اقوى رد. سابع سر، مش كل حاجة تستاهل طاقتك. في ناس هدفها تستفزك، لو رديتي كسبوا، ولو سكتي بثقة خسروا. الست الكاريزماتيك بتختار معاركها، مش بتدخل في اي حاجة. تامن سر، خلي ليكي اسلوبك، ما تقلديش حد. في ستات بتحاول تقلد صوت او طريقة كلام او حتى ضحكة،
وده بيبان جدا. اللي بيميزك انك انتي حتى لو بسيطة بس حقيقية. 9 سر: الثقة مش كلام، سلوك. ممكن واحدة تقول أنا واثقة في نفسي، لكن كل تصرفاتها تقول العكس. الثقة بتبان في طريقة رفضك، طريقة قبولك، طريقة سكوتك، طريقة ردك. كل تفصيلة بتقول انت مين. 10 وأهم سر: راحتك مع نفسك. لو انت مش مرتاحة مع نفسك هتفضلي تحاولي تباني حاجة مش انت، وده بيستهلكك وبيكسر الكاريزما. لكن لما تبقي مرتاحة تلقائية مش بتمثلي هتلاقي الناس ارتاحت لك. وفي النهاية ركزي في الجملة دي: القوة الهادية. ازاي تبقي ست تقيلة بحضور يخلي اي حد يعملك حساب. في نوع من القوة مش بيبان في الصوت العالي ولا في الخناق ولا في انك تثبتي نفسك للناس، اسمها القوة الهادية. النوع ده من القوة مش اي حد يعرفه. دي قوة الست اللي داخلة اي مكان، مش بتتكلم كتير لكن الكل حاسس بيها. ليه؟ عشان ببساطة هي مش بتحاول. اكبر فرق بين الست الكاريزماتيك والست اللي بتجري ورا الكاريزما ان الاولى طبيعية، اللي بتجري دايما بتفكر اعمل ايه عشان يعجبوا بيا، لكن الكاريزماتيك بتفكر انا مرتاحة كده واللي يناسبني يقرب. القوة الهادية معناها انك ما ترديش على كل استفزاز، انك ما تدخليش كل نقاش، انك ما تبرريش نفسك لكل الناس. في ناس كل ما تتكلمي معاهم تحس انك لازم تدافعي عن نفسك، دول بالذات سكوتك معاهم قوة. وفي نقطة مهمة جدا: مش كل اللي بيبان قوي هو قوي. في ناس صوتها عالي بس من جواها مهزوزة، وفي ناس هادية جدا لكن ثابتة من جوه، والناس بتحس بده حتى لو ما قالتش. الست التقيلة مش بتستنى اهتمام، لو حد اهتم اهلا، لو حد بعد عادي. مش بتجري ولا بتتعلق، لانها عارفة ان اللي ليها هيجي ليه. ومن اقوى علامات الكاريزما انك تعرفي تمشي. ايوه تمشي من مكان مش مقدرك، تمشي من كلام بيقلل منك، تمشي من علاقة بتكسرك، من غير دراما، من غير خناق، بس بهدوء. اللي يعرف يمشي بيعرف يحافظ على نفسه. خلي بالك من النقطة دي، مش لازم كل حد يفهمك، مش لازم تشرحي نفسك لكل الناس. في ناس مهما شرحتي مش بتفهم، فوفري طاقتك لنفسك وللي يستاهل. الكاريزما كمان في اختيارك لنفسك. كل مرة تختاري نفسك بتكبري في عين نفسك، كل مرة تهملي نفسك بتكسري حاجة جواكي، ومع الوقت ده بيبان على حضورك. وفي الآخر اسألي نفسك السؤال ده: أنا بعمل كل ده عشان مين؟ عشان الناس تشوفني ولا علشان أنا أكون مرتاحة؟ لأن الحقيقة أجمل كاريزما بتطلع من الراحة. لو وصلت لحد هنا يبقى انت مش بتدوري على اعجاب الناس، انت بتدوري على نفسك، ودي البداية الصح. افتكري دايما انت مش محتاجة تبقي نسخة من حد ولا تثبتي نفسك لحد، انت محتاجة بس تعرفي قيمتك وتعيشي بيها، وساعتها اللي هيشوفك مش هيقدر يتجاهلك. ولو حسيتي ان الكلام ده لمسك بجد اعملي لي لايك دلوقتي، مش عشاني، عشان تفكري نفسك انك تستاهلي تكوني اقوى واهدى واجمل من جوه. واكتبي في الكومنت انا هختار نفسي، خليها وعد بينك وبين نفسك. وما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان الجاي اقوى بكتير، وهنكمل مع بعض رحلة انك تبقي النسخة اللي تستاهليها فعلا. والى لقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.